في أحداث كده حصلت في مصر سنة 1892 غيرت حاجات كتير قوي 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 من المفاهيم والأصول المصرية، وكان بطلها راجل مصري مختلف جدا. الراجل ده عاش فوق ال100 سنة. يعني الراجل اتولد أيام محمد علي باشا الكبير ومات أيام الملك فؤاد. فشوف الراجل عاش فروم ذير تو ذير كتير قوي قوي. مش المسألة في الوقت، ناس كتير بتعيش فترة طويلة، إنما فعلا ال100 سنة بتوع الراجل دول كان ليهم تأثير كبير جدا على حياة هذا الوطن لفصيل معين هام جدا من هذا الوطن. الراجل ده اتولد في بني سويف سنة 1824 أيام محمد علي. كان لسه بقى محمد علي لذيذ كده وفريش، وكان اسمه يوحنا. ويوحنا اتولد في بني سويف، وبعدين مشي مع والدته من بني سويف وهو عنده يمكن 5 سنين ولا حاجة، راح الشرقية. على سن 12 سنة قرر انه يدخل الدير ويبقى راهب، حقه تماما مفيهاش حاجة خالص. وراح دير اسمه دير براموس في البحيرة. اشتغل في دير براموس ايه بقى؟ كان زمان بقى، انت بتتكلم 1800، فكان بينسخ الكتب الدينية والكتب اللي موجودة كلها في الدير عشان يبقى فيه نسخ اخرى لعل وعسى. يعني هو كان الفوتوكوبي ماشين بتاع الزمن البعيد قوي ده. وقعد سنين ينسخ في هذه الكتب لغاية ما بقى اسمه يوحنا الناسخ. والحقيقة طبعا خلال بقى رحلته الطويلة في نسخ الكتب، الراجل بقى عنده ثقل علمي كبير جدا جدا. وصل انباؤه للانبا ديمتريوس، وانبا ديمتريوس ده كان راجل من الناس العظيمه جدا برضو في الكنيسه. الحقيقه حبه، يعني انبسط منه، خلاه القسيس الاول بتاع براموس، وبعدين شويه ولما ابتدى يتعامل معاه وبتاع خلاه رئيس دير البراموس. على سنه 1874 حصل موضوع مختلف، لانه وجهاء الاقباط في مصر قرروا انه الكنيسه محتاجه برضو شويه دعم، وعملوا جمعيه اسمها الجمعيه الاصلاحيه. ودي كانت بتدور حول الحاجات الدنيويه اللي محتاجينها الاقباط في مصر. تمام، كلام ظريف ولطيف. اتوفى البابا ديمتريوس، واللي مسك مكانه كان وكيل البطريركيه في ذاك الوقت، يعني كان اسمه الانبا مرقس، وده كان مطران البحيره. لقى مشكلة لأنه هو كان مطران، وكل معظم الناس اللي موجودة كانت زيه في نفس المستوى الديني والكهنوتي، فما كانش يعني الراجل لقى حرج، وتوجه إلى الجمعية الإصلاحية اللي كان يرأسها بطرس غالي أياميها يعني، وابتدى ياخد مشورتهم بشكل ودي شوية شوية، وابتدوا يبقوا موجودين بشكل أساسي. وفضل بقى الكرسي بتاع البطريرك فاضي، مفيش بابا لمدة يمكن 4 سنين، لغاية ما جت السنة اللي الخديوي إسماعيل أصدر فيها، اللي هي 74 دي، أصدر فيها القرار بتشكيل مجلس ملي. انتخب يوحنا الناسخ وبقى أبونا كيرلس الخامس. ابتدى يحصل نوع من انواع الكلاش الخفيف في البدايه، يعني لانه هو مش فاهم ايه وضع الموضوع، وهم حاولوا يبقى عامل زي برلمان صغير داخل الكنيسه بيناقش مسائل وبتاع، فاهملوا، وفضل الموضوع مهمل كده لمده يمكن 7 سنين ولا حاجه. وبعدين لما جت الثوره العربيه، وبابا كيرلس الخامس كان من الدعائم الحقيقه للثوره العربيه، وكان ليه مواقف وطنيه كبيره جدا. انما فيما يتعلق بموضوع المجمع الملي، عبد الله النديم في الثوره العربيه عمل حاجه اسمها الجمعيه الاسلاميه، ودي كانت برضو جمعيه خيريه بتاخد بالها من الناس، وتعليم وقراءه واكل. فأعيد فكره مره اخرى موضوع الجمعيه الاصلاحيه او المجلس الملي من خلال جمعيه تانية كان اسمها الجمعيه الخيريه القبطيه، وبرضه كانت برئاسه بطرس غالي. هيبقى في مشاكل ما بين بقى بطرس غالي نفسه والبابا كيرلس. والمره دي راحوا للخديوي توفيق على طول وش بقى، وعايزين نعمل البتاع والليله، وراحوا لابونا كيرلس، فقال لهم لا والله البتاع ده يعني ما طلع زي قلته، ملوش اي لازمه، يعني الموضوع كان ايه. فالخديوي توفيق الحقيقه يعني لبس بطرس غالي في الحيطه، وقال له طبعا مفيش مانع خالص، تعمل مجلس ملي براحتك تماما تماما تماما، بس لازم تاخد اذن البابا الاول. الموضوع ما سكتوش. تخيل يعني، هو لبسهم في الحيطه بس كان في اصرار.
قرروا يعملوا جمعية أخرى اسمها جمعية التوفيق القبطية، وبرضه كانت تحت رئاسة بطرس غالي. وابتدت بقى يبقى في حرب علنية في المنشورات والطباعات، وبقى في مشكلة كبيرة جدا جدا. فما كان من البابا كيرلس لما لقى بقى ان الجمعية التوفيق القبطية دي ابتدت تفتح فروع بقى في اسكندرية والمنيا وأسيوط وبتاع، اجتمع بالقساوسة عنده وقال لهم طيب نتكلم نشوف ايه الفتوى الشرعية اللي موجودة عشان نشوف الوضع يعني. فحاولوا يعزموا القائمين على فكرة المجلس الملي، ما رضيوش يروحوا، عمل مجلس آخر متكون من أعضاء الكنيسة، والموضوع في الآخر طلع إنه لأ مش هينفع بقى الكنيسة. وكان في صراعات أخرى داخلية ما بين الأوقاف، وكانوا عايزين المجلس الملي كان عايز يباشر الأوقاف والمسائل المادية للكنيسة، فالموضوع كان واسع قوي. تطور الامر لسنه 1892 بقى، كان جه عباس حلمي الثاني، وعباس حلمي راجل برضه ايه كان لسه جاي طازه وفريش ومستنير وعايز يعمل زي اوروبا وبتاع، واقتنع بفكره بطرس غالي اقتناع شديد، واصدر قرار بقى كده وش اللي هو هيتعمل المجلس الملي وهنعمل انتخابات واعضائه وهيبقى في علاقه وبروتوكول ما بينهم. ووصل الموضوع لحيطه سد، لدرجه انه بقى في صيف 1892 البابا كيرلس كان رافض الموضوع تماما، وكان موجود في اسكندريه، اتقبض عليه من الاخر يعني، قبضوا على الراجل. وده كان موقف غريب جدا، لما قبضوا عليه ما سكتش يعني، فضل الموضوع ماشي في حرب شعواء لفتره يعني، كان صيف شديد اللهجه 92 ده لغايه الشتاء الحقيقه يعني. وقرروا ان هم هيعفوا البطريرك من مهامه، وده كان كلام غير دستوري ولا يليق مع تقاليد الكنيسه باي شكل من الاشكال. ويعني استمالوا واحد اللي هو كان الاسقف بتاع صنبو، دير اسمه دير صنبو، اسمه اسقف اثناسيوس. تمام، اثناسيوس المفروض ان هو هيتعين قائم باعمال البطريرك لغايه ما يشوفوا حل في المشكله. البطريرك ما سكتش، اجتمع مع بعض اعضاء الكنيسه وطلعوا قرار انه الراجل اسقف صنبوه ده ده خرج عن الكنيسه، وما دام خرج عن الكنيسه في الوقت ده يبقى هو محرم وما يدخلش على حد، واللي يدخل عنده يبقى برضه هو كمان محرم. وحاجه يعني شلفته الراجل. وصل لدار البطريركيه في القاهره هنا عشان يستلم شغله كقائم باعمال، لقى الباب مقفول، والراهب اللي جوه كان لذيذ قوي. الراهب اللي جوه ده اسمه بولس البراموسي. بولس البراموسي راهب صغنن كده من براموس بقى، من البلد البابا كيرلس الخامس نفسه. طلع له وقال له والله مش هنفتح، ما ينفعش. فين بقى لما كان بتاع وجابوا البوليس وليله وفتحوها بالعافيه. الاقباط في مصر قرروا ان هم مش هيخشوا البطريركيه، وعمل ازمه كبيره جدا جدا جدا، لانه كان هيبقى في شقاق للصف القبطي في مصر بين مجموعه ومجموعه اخرى. وكان الخديوي عباس حلمي شريك في هذا الموضوع. هو كان قلقان من موضوع القبض على البابا، ولكنه فعلا عملها. والموضوع وسع لدرجه انه وصل لقيصر روسيا، وقيصر روسيا أرثوذكس نفس الليلة. فبعد بقى وكان في أصلا حساسية ما بين إنجلترا وروسيا. الموضوع وسع بشكل رهيب، وبقى ده دخل في حياة الأقباط في مصر، لأنه مفيش حد بقى كان عايز يروح يتجوز في الكنايس. كان في كنيسة واحدة صغيرة الروم الأرثوذكس، وكانت صغيرة قوي، فكانت كل الناس بتروح، فعملت أزمة كبيرة جدا. ومفيش حد بقى بيتجوز، والوفيات لما الناس الوجهاء بتوع الأقباط يتوفوا مش لاقيين كنيسة تصلي عليهم ولا يدفنوا. فعمل أزمة خزعبلية انتهت في نهاية الأمر إنه طبعا البابا كيرلس رجع مكانه. وكان الهدف، لأنه هو راجل منفتح جدا الحقيقة، سواء كان مواقفه في الثورة العربية أو مواقفه بعد كده 1919، إنه الراجل عايش بقول لك مكمل ما شاء الله يعني. 1919 مع سعد زغلول كانت مواقف وطنية ومنفتحة وعظيمة جدا، ولكن هو حجر في الحتة دي بالذات، لأنه هو كان شايف حاجة معظم الناس ما كانت شايفاها، إنه الكنيسة القبطية والكيان القبطي المصري الديني ده شيء مقدس. ولو تم الشقاق فيه ودخلنا في سكة اللي حصل في إنجلترا، سواء كان في الكنيسة في إنجلترا والفصل ما بين حياة المسيحيين اليومية وديانتهم في دولة زي مصر، كان هيؤدي إلى تذبذب الوضع الكنسي في مصر من الوقت ده
على ما كنا وصلنا دلوقتي كان ممكن يكون الموضوع كارثي.